بداية خليني ارحب بيك واقول لك ازاي تعمل فلوس في 2026 من غير ما حد يتوهك ومن غير ما حد يديك معلومات مضللة، وخليني اختصر عليك سنتين تجربة في جملة واحدة. مفيش فلوس اونلاين سهلة، بس في فلوس اونلاين واضحة. حابب بس افكرك بحاجة، وهي انك تعمل لايك. ليه؟ لان انت اصلا بتنسى تعمل لايك. انت اللي ممكن يكون الفيديو بيعجبك بس انت بتنسى، فانا بفكرك بس. وده ليه؟ لان اللايك بيساعد على انتشار الفيديو، لكن الفيديو لو ما فادكش بحاجة ما تعملش براحتك. فلو انت فعلا عاوز تاخد معلومات حقيقية تحطك على اول الطريق وتحقق نتائج فعلا، فالفيديو ده ليك. اي حد فاتح موبايله دلوقتي بيسأل نفسه اعمل فلوس اونلاين ازاي. المشكلة ان اغلب الاجابات يا اما مبالغ فيها يا اما ناقصة او معمولة للبيع مش للمساعدة. الفيديو ده بقى مختلف، ده دليل عملي طويل ومباشر. لازم تعرف يعني ايه فلوس اونلاين اساسا. يعني اول حاجة لازم نفهمها، الانترنت ده مش مكنة فلوس، الانترنت ده سوق كامل بس من على الشاشة. يعني لازم تقدم حاجة الناس فعلا محتاجاها. وخد القاعدة دي عندك سجلها، الفلوس الاونلاين بتيجي من واحدة من التلات طرق دولت. خد عندك رقم واحد وهو المهارة، حط جنبها كمان رقم اتنين وهو منتج، ورقم تلاتة ده في الجنب كده وهو الجمهور. اي نموذج غير دولت ضياع وقت. اول حاجة وهي المهارة، اكتر طريق مضمون للفلوس الاونلاين وهي انك تبيع مهارتك. عندك مثلا المهارات المطلوبة زي مثلا الجرافيك ديزاين او المونتاج او كتابة المحتوى، ادارة الصفحات مثلا، اعلانات ممولة. المهارات كتير ما بتخلصش. عندك البرمجة على سبيل المثال، في البداية مش مطلوب تبقى الافضل، المطلوب انك تحل مشكلة للعميل. وخلينا اديك مثال مثلا على البرمجة. في شركة دلوقتي ما عندهاش ويب سايت، فعشان تقدر تنافس الشركات التانية اللي عندها ويب سايت فلازم تعمل ويب سايت زيهم، فدي كده مشكلة عندهم. فانت كمبرمج بتحل ليهم المشكلة ديت وبتعمل لهم انت الويب سايت ده. عندك مثلا صانع المحتوى، الفيديوهات بتحتاج قص وبتحتاج مونتاج وبتحتاج حاجات كتير قوي، فهو ما ينفعش انه يرفع الفيديو بالطريقة ديت، فاصبحت عنده مشكلة. هو محتاج حد يمنتج له الفيديو بتاعه. فانت بتيجي كده بشطارتك تقول له انا ممكن احل لك المشكله ديت، ممكن ان انا اقدم لك خدمه المونتاج. فانت كده اصبحت حليت مشكله لشخص ما، فبيديك مقابل ده فلوس. وتاني بكرر في البدايه، مش مطلوب انك تبقى الافضل، المطلوب انك تحل مشكله. ازاي تبدأ؟ هديك 5 خطوات واكتبهم ورايا. رقم واحد هو انك تختار مهارة واحدة. رقم اتنين هو انك تتعلم الاساسيات، اساسيات المهارة ديت. بعد كده بقى تطبق عملي اللي انت اتعلمته، تبدأ تطبقه على ارض الواقع. ورقم 4 وهو انك تعمل نماذج من شغلك. واخر حاجة هو انك تعرض الخدمة بتاعتك على الناس. وهعرضهم فين؟ عندك مثلا البيئة اللي حواليك، اكيد في حد فيهم بيحتاج حاجة زي كده، ابدأ بيها. وتاني حاجة وهي منصات الفريلانس زي خمسات، مستقل، اب وورك. انا مرشحش خمسات بصراحة لانه صعب جدا. فانت اسهل حاجة ليك انك تبدأ على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك، انستجرام، المواقع دي. واول شغل ليك مش لازم يكون اعلى سعر ولا حاجة، لازم يكون تجربة. تشتغل على انك تبني تقييم في الاول مش فلوس. وخلينا نخش على تاني حاجة وهي المنتجات. في الحقيقة انت مش لازم تبيع حاجة ملموسة ولا حاجة، في حاجة اسمها منتجات رقمية. يعني مثلا لو انت جرافيك ديزاين، في حاجة اسمها قوالب جاهزة ياخدها العميل بيعدل عليها بس، فانت بتاخدها وبتبيعها ليه. زي مثلا الدروب شوبينج، التجارة الإلكترونية، كورسات مثلا، بس ده لما يكون عندك خبرة كافية في مجال معين. خد من الحاجات دي كلها وروح ابحث عنها، هتعرف عنها اكتر. واهم نقطة، المنتج اللي ما بيحلش مشكلة مش هيبيع. وتالت حاجة وهي الجمهور، صناعة المحتوى. صناعة المحتوى ده طريق طويل جدا بس قوي جدا برضه. انت بتبدأ على يوتيوب، تيك توك، انستجرام، فيسبوك، بتكسب من خلال الاعلانات والرعاية وبيع خدمات وبيع منتجات وحاجات كتير. وخد النصيحة ديت مني، اي حد هيقولك فلوس بسرعة من غير تعب من غير مهارة فده بيضحك عليك. وخلينا نديك خطة عملية لمدة 60 يوم. عندك أول 30 يوم دولت هتفهم فيهم المجال اللي انت اخترته، بعد كده تتعلم الأساسيات وبعدين تطبق عملي. النص التاني بقى، ال30 يوم التانيين، هتعمل بورتفوليو محترم وتعرض الخدمات بتاعتك وتكمل بقى على هذا المنوال. تعرض خدماتك، تستقبل عملاء وخلاص. مش هتبقى غني بس هتبقى بدأت صح. وختاما، الفلوس الاونلاين مش حلم، هي شغل حقيقي بس على الشاشة، واللي بيبدأ صح هيكمل. وبس كده، انا خلصت كلام وكل اللي عليك انك تبدأ. سلام.